اه. اه يا معدتي، انا خدت العلاج اللي الدكتور كاتبهولي، هو مش قادره اقاوم خالص، حاسه ان نفسي غمى عليا. ايه ده يا علا؟ ايه اللي مقعدك هنا؟ انا قلقت فجأة كده لقيتك مش جنبي. مش قادره يا محمود، حسيت ان نفسي غمى عليا، دخلت قعدت ارجع، خدت العلاج اللي الدكتور كاتبهولي ومفيش فايده. معلش يا علا، مش هو الدكتور قالك ان في بداية اي حمل بيبقى كده؟ ايوه يا محمود، بس انا كنت فاكره ان العلاج هيقلل بس الاعراض شويه. معلش يا علا. الحمد لله يا محمود على كل شيء، ربنا يكمل لي على خير ويشرب بالسلامه. ان شاء الله يا علا. انا هدخل بقى اكمل نومي، عشان لما قلقت قلت اخرج اشوفك وارجع تاني. ماشي يا محمود، انا هفضل قاعده كده لحد ما استريح واحس ان انا كويسه واخش انام تاني. ماشي يا علا. يا رب قويني يا رب، وعدي شهور الحمل دي على خير. طب وبعدين؟ انا لا عارف كده اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. صباح الخير يا علي. اهلا، صباح النور يا منى. انت كمان قمت من النوم ولبست؟ اه يا علا، شوية كده ونازل. طب هحضر الفطار بقى ناكل انا وانت. لا يا منى لا، ماليش اي نفسي ان انا اكل. ليه يا علي، في ايه؟ مفيش يا منى. لا انا ملاحظه ان انت في حاجه ومخبي عليا حاجه، ومن امتى يعني يا علي واحنا بنخبي حاجه على بعض؟ ما هو الموضوع ده بالذات ما ينفعش ان انا اقوله لك يا منى. تصدق بقى ان انا مثيره دلوقتي اعرف ايه الموضوع، لانك بجد قلقتني. والله ما عارف اقول لك ايه يا منى، بس اللي هقوله لك استحاله حد يصدقه. يا علي اتكلم بقى. محمود. محمود يا منى. محمود اخوك ماله؟ هيتجوز على علا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عايز يتجوز على مين؟ ده يعتبر علا لسه عروسه، ده لسه اول حمل ليها. محمود اتجنن في عقله ولا ايه؟ انت عارفه يا منى، انا برضو الحكايه دي مش شغلاني. يعني ايه مش شغلاك؟ مش قصدي كده يعني، قصدي ان في حاجه تانية اهم، وهي دي بقى بجد اللي مضايقاني. في ايه تاني يا علي؟ تعرفي ان ابويا وامي عارفين ومطوعينه على الموضوع ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ أنا حاسه ان انا مصدومه، حاسه ان انا مش مستوعبه الكلام اللي انت بتقوله. بس كان انا مش مستوعب. بيتكلم معايا علي، عقله. اتكلمتي معاه كتير قوي، وهو ولا هنا بيقول لك اول ما شافها حبها على طول، وحاسس ان هو اتسرح في جوازته من علا. دلوقتي اتسرح في جوازته من علا؟ كان هيجنن عليها، اخوك ده مش طبيعي. انا مش عارف اعمل ايه. خلي بالك من الكلام يا منى، اوعي لسانك يقع بحاجه قدام علا، ولا قدام امي ولا ابويا. اوعي تعرفي حد ان انت عارفه حاجه. لا طبعا يا علي، هو انا اتجننت؟ انت ما تعرفش دلوقتي انت عملت فيا ايه. انا حاسه ان حد ضربني على دماغي، مش قادره استوعب الكلام اللي انت بتقوله لي. ان شاء الله خير يا منى، ربنا يعديها على خير. يا رب يا علي. انا نازل بقى عشان اتاخرت على الشغل، ومش هوصيك يا منى للمره التانيه، اوعي لسانك يغلط قدام حد. لا والله يا علي، هروح اقول لها ايه؟ اروح اقول لها تقهري وهي حامل يجرى لها حاجه؟ لا طبعا. ماشي يا منى. حسبي الله ونعم الوكيل. اه يا حماتي قليلة الاصل، توعى ابنك على الغلط. روحي يا شيخه ربنا يردهولك في اعز ما عندك. يا علا انا نازل. انت نازل يا محمود؟ اه يا علا، عايزه حاجه ولا ايه؟ ومالك متشيك قوي كده ليه؟ ده اللي يشوفك كده لابس ومتأنتك يقول انك رايح تخطب. ايه اللي انت بتقوليه ده يا علا؟ ايه رايح اخطب دي؟ في ايه يا محمود، انا بهزر معاك. لا هي الحاجات دي فيها هزار برضو؟ طب خلاص معلش حقك عليا. وانا اقدر برضو اخطب ولا اتجوز عليك يا علا؟ ربنا يخليك ليا يا محمود. خليكي ليه يا حبيبتي، خلي بالك بقى من نفسك. ماشي يا محمود حاضر. هو في ايه؟ هو ماله زعقلي كده ليه؟ ده انا بهزر معاه. صباح الخير يا امي. صباح النور يا محمود، اول مره تجيني بدري كده. لفيت لفه بالعربيه كده لقيتني معدي تحت البيت، قلت اطلع اقول لك صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. هي الشيكه اللي انت فيها دي؟ انت عارفه ابنك طول عمره شيك. بذمتك يعني مش رايح تقابل خطيبتك النهارده؟ ايه يا امي وطي صوتك. وطي صوتي ايه؟ ما هيسمعنا بقى، ولا هتيجي من شقتها هناك عشان تسمعنا هنا؟ مش المثل بيقول لك الحيطان ليها ودان؟ لا، ما الحيطان بتاعتي هنا ملهاش ودان. ماشي يا ستي. ايه مش عايزه حاجه اجيبها لك معايا، وحتى ابعتها لك مع اي حد؟ لا يا حبيبي تسلمي. هو بابا لسه نايم ولا ايه؟ اه يا محمود، وابوك بيصحى دلوقتي. طيب يا حبيبتي انا نازل بقى عشان ركنت العربيه كده في نص الشارع، وشكلي هقفل الشارع رايح جاي. طيب يا حبيبي على مهلك وانت ماشي. تسلمي لي يا حبيبتي، مع السلامه. اعمل فيك ايه يا محمود؟ دماغك دي مودياك في داهيه. يلا ما هو لسه صغير برضه. يا عيني عليك يا علا، اما انت صعبانه عليا بشكل. انا لازم اقعد واعرف كل حاجه من علي، وعايز اعرف الموضوع وصل لفين كمان. مساء الخير يا منى. اهلا يا علي. يلا بالله عليك يا منى حضري لنا الاكل. سيبك يا علي من الاكل دلوقتي، اقعد انا عايزاك. خير يا منى، في ايه؟ انا عايزه اعرف اخوك هيعمل كده ليه، وايه اللي ناقصه عشان يعمل كده، وعلا ذنبها ايه، وازاي باباه ومامته يطوعوا على كل ده. يا منى يعني انا غلطان ان انا قلت لك وعرفتك؟ لا مش غلطان يا علي، بس انا عايزه افهم الدنيا فيها ايه، وبعدين وصل مع الست دي لحد فين؟ جوزها ولا لسه؟ انا قلت لك لسه ما اتجوزهاش. هو كل اللي عمله اني سحب من حسابه في البنك 600,000 جنيه. يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده اللي انا اعرفه يا منى، وشايلهم معاه في العربيه
عشان الشبكه لسه هيجيبها لها وهيجهز الشقه. شقة؟ هو كمان جايب شقة؟ ايوه، ما اللي عرفته برضو من ابويا ان هو جايب شقه جديده وعمال يوضبها احلى توضيب. ده جايبها بقاله كده يجي شهرين يا منى. كل اللي هو بيعمله ده وعلا مش حاسة خالص؟ ده هو اصلا مش فاضل له حاجه غير انه يجيب الشبكه ويكتب الكتاب. لا لا، أنا مش قادرة أستوعب. طب ليه؟ علا قصرت معاه في إيه؟ طب ما احنا هنقعد بقى يا منى نقول علا قصرت في ايه؟ مش هنلاقي حل لسؤالنا. احنا دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه ان فعلا محمود واخد القرار وخطب وهيتجوز. الله يسامحه. ذنب الطفل ولا الطفلة اللي جاية دول إيه؟ مش اخويا الصغير بس طول عمره عينه زيغه. الله يسامحه. عارف يا علي، الرك مش عليه، الرك على أبوه وأمه اللي طوعوه على الغلط. معلش ما تزعلش مني يعني، أبوك وأمك ظالمين يا علي. انا عارف يا منى، والله العظيم انا حاولت ارجعه عن اللي في دماغه ده كتير قوي. حاولت اقنع امي ان اللي هو اللي هيعمله ده غلط وكده هيدبس نفسه وحياته هتبقى تعيسه مش سعيده. وكان ردها عليك إيه؟ ولا حاجه. محمود لسه صغير، هو شايف نفسه، ربنا كرمه من وسع، بعدين مش هيأثر مع مراته الاولانيه في حاجه، وطالما مقتدر ومعاه يتجوز براحته. يعني أمك حاسباها فلوس، مش حاسباها أكتر من كده. أنا بجد مش عارفة أعمل إيه. تعملي ايه في ايه؟ اسكان بقول لك اوعي تعرفي حد ان انا معرفك حاجه. هو انت مش مستوعبه يا منى ولا ايه؟ افهمي كده اللي بقول لك عليه. حاضر، حاضر يا علي. خلي بالك يا منى، للمره المليون عمال اقول لك اهو، الدنيا هتقوم مش هتقعد لو الخبر ده انتشر. أنا عارفة، عارفة يا علي. أنا اتجننت يعني عشان أقول لحد؟ طب يلا يلا قومي حضري لي الاكل مش قادر. حاضر يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل. منك لله يا محمود. لا ما توعى تتجوز. هي منى عماله ببرطم تقول ايه؟ عماله اقول لها جعان وهي عماله ترغي. ايه الهم اللي انا فيه ده؟ مش كفايه محمود اللي هيطير برج من دماغي؟ الاقيها منها ولا منه؟ ربنا يهديك يا محمود، ترجع عن اللي في دماغك قبل ما تقع الفاس في الراس وبعد كده ما نعرفش نصلح اللي اتكسر. يا ترى اللي أنا هعمله ده صح ولا غلط؟ صح بقى مش صح، المهم إن أنا أخلص ضميري قصاد ربنا. أنا لازم أروح أقول لعلا عشان تاخد حذرها وتشوف هتعمل إيه. طالما كلهم كده اتفقوا عليها، وطالما كلهم ما عندهمش ضمير، يبقى الله أعلم الدور الجاي على مين. أنا لازم أروح لها قبل ما علي يرجع من الشغل ويكتشف إن أنا خرجت. أيوة حاضر أنا جاية. والله العظيم ما قادرة أمشي حتى. هنعرف الحمل ده بيبقى متعب في آخر شهور مش في أولها كمان. إيه ده؟ منى يا حبيبتي تعالي. ازيك يا علا، عاملة إيه؟ كده برضو بتسألي عليا بعد كل ده؟ معلش يا حبيبتي. طب تعالي خشي. أنا فرحانة قوي يا منى إن أنت جيتيني. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هو أنت مالك يا منى؟ أنا حاسة إن أنت زعلانة من حاجة. تعالي بس نقعد الأول وبعدين نتكلم. حقك عليا، اقعدي يا حبيبتي. عاملة إيه يا علا؟ والحمل عامل معاكي إيه؟ تعبانة والله يا منى. معلش يا حبيبتي. قولي لي بقى واحكي لي مالك. أنت متخانقة مع علي ولا إيه؟ ده علي طيب قوي يا منى. لا يا حبيبتي أنا مش متخانقة ولا حاجة. أنا جاية بس أكلمك في موضوع وعايزاكي أهم حاجة يا علا تتصرفي بعقل. انتي قلقتيني كده، عرفيني في ايه؟ بصي يا علا، باختصار كده أنا عرفت كل حاجة من علي، بس محدش يعرف حاجة خالص إن أنا عارفة. محمود يا علا ناوي يتجوز عليكي. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا منى؟ يتجوز على مين؟ عليا أنا؟ ده احنا لسه يعتبر عرسان جداد. يتجوز عليا ليه أصلا؟ فراغة عين مش أكتر من كده. وانتي عرفتي منين؟ قلتلك عرفت من علي ومحدش يعرف إن أنا عارفة. وحتى علي يا علا محرج عليا ان انا ما اتكلمش خالص ولا اقول اي حاجه لاي حد. بس انا بصراحه قررت ان اجي اقولك عشان تاخدي احتياطاتك. ده سحب من البنك 600,000 جنيه وشايلهم في العربيه بتاعته عشان يجيب بيهم الشبكه، وكمان يوضب بيهم الشقه الجديده اللي جايبها من شهرين. كمان شقه جديده كمان؟ ايوه طبعا. هو استغل ان انتي عوقتي شويه في الخلفه مع انك ما عوقتيش. دول هم 6 شهور وحماتي وحمايا عارفين كل حاجه. ياه للدرجه دي؟ ايوه للدرجه دي. علا انا جيت اقولك عشان مرضهوش على نفسي مرضهوش عليكي، وعارفه برضو قد ايه حاجه زي كده بتوجع، وعايزاكي زي ما قلتلك تتصرفي بعقل عشان تعرفي تاخدي حقك تالت ومتلت. انتي بتقولي سحب 600,000 جنيه؟ ايوه وشايلهم في العربيه معايا. هتعملي ايه يا علا؟ لسه هفكر يا منى، لان انا حاسه ان انا مصدومه. الله يعينك يا حبيبتي. المهم انا هقوم امشي دلوقتي عشان علي ما يعرفش ان انا خرجت ومحدش يعرف حاجه. انا بجد مش عارفه اقولك ايه يا منى، مش عارفه اردلك جميلك ده ازاي. انا عمري ما هنسى وقفتك جنبي لما كنت بولد من ساعه ما محمود خطبك، واحنا عمرنا ما شفنا منك حاجه وحشه، وما تستاهليش كده ابدا يا علا. تبقي كلميني وطمنيني عليكي، وطبعا ولا كاني جيت لك ولا شفتيني. طبعا طبعا يا منى. بقى كده يا محمود، يا انت ومامتك وباباك. طيب ماشي، اما اوريكم وهعرفكم الست المظلومه ممكن تقدر تعمل ايه.
الحمد لله ان انا لقيت مفتاح العربيه اللي كان شايله هنا في البيت الاحتياطي. ما قداميش على الحل ده. ايه يا هناء، جاهزه؟ يا علا جاهزه. على الساعه 11 بالليل هتلاقيني تحت بيت حماتك، هستناكي لحد ما تنزلي لي. ماشي يا حبيبتي، انا قلت بس اكد عليكي. ماشي يا علا، ما تقلقيش. مع السلامه. ايه ده يا علا، انت قاعده كده ليه؟ ايه يا محمود يا حبيبي، مستنياك. ليه خير يا علا، في ايه؟ اصل انا وانت عايزين نروح نزور ماما. ماما مين فيهم، مامتي ولا مامتك؟ لا مامتك يا محمود. اصلي بصراحه بقالي كتير ما شفتهاش، خايفه انها تزعل مني. طب خليها بكره يا علا. لا، ما احنا هنروح شويه ونيجي على طول. عشان خاطري يا محمود، اصل انا زهقانه قوي. طب خلاص هقولك ايه، ماشي. او لابسه كمان. شفت بقى، عشان ما اعطلكش في حاجه. طب يلا تعالي افتحي يا ام محمود. مش قادر تساعدني شويه؟ ايه ده علا؟ محمود اهلا يا حبايبي، تعالوا. انت كنت وحشني يا ماما وجايه اشوفك. اهلا وسهلا يا علا، تعالي. ازيك يا عمي، عامل ايه؟ اهلا يا علا. اقعدي يا حبيبتي، واقفه ليه؟ لا يا حاجه، حضري لهم الاكل ولا هات لهم حاجه يشربوها. حاضر، من عينيا. ما تشالله بقى يا علا عشان نمشي. تمام يا محمود، يلا. ومستعجل يا محمود كده ليه؟ معلش بقى يا بابا، عندي شغل الصبح. يا بطني. ايه ده، مالك يا علا، في ايه؟ مش عارفه يا محمود، يعني مغص شديد قوي. انا حتى مش قادره اتحرك. استر يا رب. خير يا محمود، في ايه؟ مش عارف يا ماما، علا تعبانه. مالك يا علا، حاسه بايه؟ بطني بتوجعني قوي يا ماما، ومش قادره اتحرك خالص، ولا حتى قادره اخطو خطوه. خلاص يا محمود، خشي دخلها جوه على السرير. احنا كنا مروحين يا امي. مش مشكله يا محمود، باتوا هنا النهارده. طيب ماشي، مفيش مشكله. طب خش جوه، خش جوه يا علا، نامي على السرير. هو ايه اللي بيحصل ده؟ معلش يا ابني، ما هو اول حمل بيبقى كده. محمود، خد من ابوك مفتاح الجراج واركن العربيه جوه لحسن تتسرق، وانت عارف يا محمود فيها فلوس. خلاص يا امي ماشي. هو انا مش بفهمك؟ يا ساتر عليك. حول ولا قوه الا بالله، انا هروح الشغل من هنا. معلش بقى يا محمود يا ابني. ماشي يا بابا. كده معايا مفتاح الجراج ومفتاح العربيه. انا هنزل بسرعه. يا رب يا هناء تكوني جيتي تحت. بس كده، ولا من شاف ولا من دري. اما اكلم هناء اشوفها عملت ايه. الو. ايه يا هناء، طمنيني. اطمني يا علا، انا لسه واصله البيت دلوقتي، وشنطه الفلوس خلي بالك منها يا هناء. ايه اللي بتقولي ده يا علا؟ في عينيا طبعا. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. المهم طمنيني يا علا، عملتي زي ما اتفقنا؟ رميتي فلوس على السلم عندكم؟ ايوه، رميت فلوس وانا طالعه، ومحدش حس بيا الحمد لله، وكلهم نايمين. انا كمان هخش انام جنب محمود، حسسهم ان انا تعبانه ومش قادره خالص. ماشي يا حبيبتي، ربنا معاكي. ماشي يا هناء، مع السلامه. يما وريتك يا محمود انت واهلك. تقدروا تقولوا لي ايه اللي حصل ده؟ الفلوس مش في العربيه. اعمل ايه؟ طب ازاي يا محمود يا ابني؟ احنا كلنا نايمين مع بعض. الغرابه بقى يا بابا ان انا لقيت فلوس واقعه على السلم. يعني اللي خد الفلوس مني حد عارف ان الفلوس معايا، وحد عارف كل حاجه عننا. قصدك ايه يا محمود؟ قصدي يعني محدش غريب خد الفلوس. وبعدين علا نايمه تعبانه جوه. انا من ساعه ما صحيت الصبح وهي عماله تتوجع، مش قادره حتى تقوم من مكانها. وكمان علا ما كانتش تعرف ان انا معايا فلوس. انت قصدك ان انت بتتهمنا احنا يا محمود؟ والله ما اعرفش بقى. انا عايز اعرف فلوسي راحت فين. دي مش جنيه ولا اتنين، دول 600,000 جنيه. بقول لك ايه يا محمود، وليه ما تكونش انت اللي خدتها وعامل علينا اللعبه دي؟ يعني انا هسرق نفسي؟ لا مش هتسرق نفسك، يمكن عايز مني انا وامك فلوس. احنا ايش ضمننا؟ هي الست العروسه الجديده طالبه حاجات كتير قوي، ولا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هو في ايه يا محمود؟ انا حاسه ان في زعيق. لا لا يا علا، ما فيش حاجه. طب محمود سندني وروحني، خلاص تعبانه مش قادره. كلمت الدكتور وقال لي لازم اخد دش وانام، وانا ما عنديش هدوم هنا. ماشي يا علا، استنيدي واحده واحده وانزلي لحد ما اجيلك. ماشي يا محمود. يعني انت بتتهمني ان انا اللي سرقت الفلوس؟ اللي خد الفلوس حد منكم. انا مش عبيط ولا حد هيضحك عليا. واللي خدهم عارف كويس قوي ان الجراج ما فيهوش كاميرات. هو انا مش مديك مفتاح الجراج امبارح؟ يا سلام. يعني انت يا بابا ما عندكش واحد واثنين وثلاثه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ لا مش عيب. رزمتين فلوس لقيتهم واقعين على السلم. يعني اللي خد الفلوس طلع بيها هنا. هوصل علا البيت وارجع لكم تاني. لازم اشوف حل الموضوع ده. اخسى عليك يا قليل الادب. ادخلي يا علا، ادخلي على مهلك. انت مش هتدخل معايا ولا ايه يا محمود؟ معلش يا علا، اصل نسيت حاجات هناك عند ماما، لازم اروح اخدها. يبقى خدها اي وقت تاني يا محمود، انا تعبانه. معلش يا علا، استنيدي واقعدي استنيني. خلاص ماشي، على مالك وانت سايق. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. اما وريتك يا محمود، عايزاك بقى تبقى تروح تتجوز، تستلف فلوس عشان تتجوز كمان. ايه رايكم في اللي انا عملته؟ حاسه كده ان انا خدت جزء من حقي،
ودلوقتي كلهم شاكين في بعض. اكيد هتحصل مشاكل كبيره ما بينهم. محمود هيتشغل باللي حصل له بدل ما بيرتب للفرح. انا بقى مستنيه وبفكر ازاي اتصرف، ولا اسيبهم يتخانقوا على مين اللي خد الفلوس. بجد مش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه اعمل بالفلوس دي ايه. يا ريت تقولوا لي رايكم وتفيدوني، عشان انا من كتر اللي عملته الحمد لله عدى على خير ما بقتش عارفه افكر. يا ريت تفيدوني اعمل ايه واتصرف ازاي. احنا برضو اللي هنفيدك يا علا، ده احنا المفروض اللي نتعلم منك. تعالي بقى للجد يا علا. انت دلوقتي طبعا حاسه ان انت انتصرتي وخدتي حقك، وطبعا مش هقولك انت غلط. انت كنت بتحافظي على بيتك وجوزك. المشكله بقى مش في كده خالص، المشكله في جوزك نفسه، في طبعه وطريقته. جوزك لو جه فلوس تاني في ايده هيعمل نفس الحركه. احسن حاجه ان انت تشيلي الفلوس دي في البنك. انت ما تضمنيش الايام الجايه هتخبيلك ايه، وابنك ولا بنتك اللي جايين دول. الله اعلم مصيرهم هيبقى ايه مع اب اناني زي ده. لاني ما اعتقدش يا علا ان انت بعد كل اللي حصل لك منه ده هتامني له تاني. اكيد هتبقى عايشه طول الوقت بقلق، دماغك هتودي وتجيب. المره دي ربنا وقف لك واحده بنت حلال، اللي هي طبعا سلفتك، الانسانه المحترمه اللي ما رضيتش تخليكي نايمه على ودانك كل الفتره دي. بس مش كل مره سلفتك هتعرف وهتيجي تقولك وتعرفك، وكل مره مش هتمشي وراه وتعملي فيه الحركه دي. بذمتك يا علا النهارده ذمتك، هي دي عيشه اللي تبقى كلها خوف وقلق؟ ان انت تبقي عايشه مع واحد كل يوم فاكره ان هو بيقابل واحده؟ ابدا يا علا، عمرها ما تكون عيشه. وعامه انا لا هينفع اقولك اتطلقي ولا سيبيه، ان ممكن ربنا يهديه. بس اللي هقدر ان انا اقولهولك خلي بالك من نفسك يا علا، ان خصوصا اهله بيطوعوا على الغلط، واللي زي ده شخصيته عمرها ما هتتغير للاحسن. وربنا معاكي بقى. وعامه انت برضو هتسمعي راي المتابعين، واكيد اكيد هيقولولك على حاجه تنفعك، واكيد هم هيدلوكي على الصح. ربنا يصلح لك حالك. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، علشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو. وان شاء الله القناه هتكبر وتكبر بكم يا احلى عيله في الدنيا. وفي الاخر عايزين كلنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي هتقعد لي وتقعد لكم ان شاء الله.